يا مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. النهارده بتنجان بدقه مميزه جدا، جربوها مش هتندموا. كمان مش بيشرب اي زيت ولا حاجه، لا مش هيعمل لكم حرقان في المعده. ما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب ومتابعه حلوه زيكم. صدقوني الحاجات الحرشه دي بتبقى من اجمل الحاجات. يلا بينا نمشي الخطوات واحده واحده علشان نعمل احلى بتنجان. انا جبت بتنجان زي ما انتم شايفينه وغسلته، قطعته دواير زي ما انتم شايفين كده. انا بحب الشكل ده. في ناس بتقشره وانا ما بحبش اقشره، بسيبه كده. وعشان التتبيله معايا ربع قرن فلفل حامي، وبراحتك برضو ده اختياري، لو مش عايزه بلاش. معايا حوالي 3 فصوص توم للكميه دي، معايا كركم، ومعايا كمون، ومعايا ليمون. اللي هحط كل الحاجات دي في الهون عندي وهدقهم دقه حلوه. مش عندك هون انت بتحبي الكبه بيسهل عليكي المواضيع، طبعا عادي براحتك جدا. هبدأ دلوقتي احط كل الحاجات دي على بعض. دلوقتي انا دقيتها وعصرت عليهم الليمون كمان. هاخد نص التتبيله واحطها على الميه دي انا جايباها عشان خاطر انقع فيها البتنجان وما يشربش زيت معايا، وكمان عشان يبقى ليه طعم حلو، يعني كله هيبقى مملح وواخد من التتبيله بتاعتنا. هبدأ انزله فيه كده واجهزه واسيبه مثلا حوالي ربع ساعة كده ولا حاجة عشان يتبل. الجزء التاني اللي فاضل انا حطيت عليه شوية مية صغيرين بالطريقة دي، وهحطه جوه الطبق اهو. ودي هتبقى التتبيلة اللي هنتبل بيها البتنجان وانا بقليه، يعني هسقط فيه وبعدين احطه في الدقيق، وهنشوف المنظر هعمله ازاي معاكم بالخطوات. انا دلوقتي عشان احمر البتنجان انا بجيب دقيق وبحط عليه ملح وشوية من الكمون، وببدأ ان انا احط فيه البتنجان وبعدين برجعه تاني في المية اللي هي كانت فيها التتبيلة اصلا اهو زي ما انتوا شايفين، عشان بالطريقة دي مش هيشرب معايا زيت. فدلوقتي انا حطيت الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين، وبعدين هحطه في المية تاني اللي هي بتاعة التتبيلة اللي كنت انا اصلا نقعاه فيها عشان ياخد من طعم التوم وبقية الحاجات، وبعدين ابدأ اقلي الزيت في الزيت على طول. ده كده البتنجان بعد ما خلصت تحميره. طبعا مش كل الكميه، جبت طبق صغير بس منه، حطيت عليه بقيه الدقه اللي انا قلت لكم عليها في الاول. بيديله طعم مميز. هو طبعا متبل حلو من التتبيله اللي كنا حاطينها في الميه. كمان دي اللي احنا حاطينه برده متبلينه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني.